النهاردة تاني حلقات باك تو سكول مكملين مع بعض سلسلة اللانش بوكس. زي ما وعدتكم انا مش هسيب حاجة الا لما اعملها لكم على القناة بكل سهولة ويسر. هعلمك كل حاجة بكل تكاتها واحسن وانضف واجمل من الجاهز 100 مرة. الكوباية القمر دي هي اللي هنعاير بيها كل المقادير بتاعتنا. مقاديرنا سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، مش هتحتاجي اي مجهود، وكمان في العمل مش هتاخد منك وقت خالص. بس اهم حاجة تتبع المقادير بالظبط ونفس الطريقة ونفس التكنيك وتطلعي ان شاء الله احلى كوكيز. معانا اهم حاجة في السكر، كوباية سكر، نص سكر بني واللي هو البراون شوجر ده تلاقيه عند اي ماركت، ونص سكر كوباية ابيض عادي اللي هو بتاع الشاي بتاعنا ده. ومعانا هنا رشة او معلقة صغيرة بيكنج صودا غير البيكنج باودر بتاعنا. هناخد كده كده بيكنج باودر لكن دي بيكنج صودا. المقادير بتنزل على الشاشة زي ما انا معوداكم. اول خطوة معانا الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، هننزل عليها بالسكر البني والابيض ونبتدي نضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي. دي اول خطوة سهلة وما فيهاش اي مشكلة. هنبتدي بعد كده بعد ما نضمن ان السكر كله داب والزبدة تمام دابت مع السكر ونجيب كده اللي في الجوانب ونضربهم ضربة كمان. بعد كده هننزل بالبيضة على طول ومعاه الفانيليا ونبتدي نضرب ضربة كمان. خطوات سهلة وبسيطة وهتطلع لك انجح واحسن كوكيز ممكن تضيف حياتك. هننزل بقى بالدقيق تدريجيا وكمان البيكنج صودا وكمان معلقه بيكنج باودر. ما تكتريش في البيكنج باودر علشان ما ينشفش معاكي الكوكيز. هنبتدي نقلبهم كويس جدا كده وبعد كده ننزل بكميه الدقيق كلها زي ما انتم شايفين القوام بتاعهم ما شاء الله. هنبتدي نحط حبه شوكليت شيبس كده مع العجينه ونعجنها علشان الكوكيز بتاعك يبقى مليان شوكولاته كده من جوه ومن بره وبيدي طعم حلو قوي. الولاد طبعا بيعشقوا الشوكولاته. ابتدي وانتي بتكوري كده حاولي ما تبططيش الكوكيز لانه اوريدي اول ما هيدخل الفرن هيبتدي الزبده اللي فيها تسيح وهو حجمه هيتضاعف وهيفرش في الصينيه. يعني كمان تكوني حريصه وانتي بتحطيه في الصينيه ان انتي تبقي سايبه مسافات بينهم وبين بعض علشان ما يلزقوش في بعض لما يدخلوا الفرن. طبعا هندخل القمر ده في فرن درجه حرارته 180 درجه ويكون عينك عليه طبعا ما تطوليش عليه لان هو ما بياخدش وقت خالص، يعني من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير. واول ما تشم ريحه حاجه حلوه كده طالعه من الفرن تقومي على طول طافيه الفرن بتاعك ومغطيه الكوكيز بتاعك عشان ما ينشفش لان الهواء بينشفه. وبألف هنا وشفا للي هيجرب وبألف هنا وشفا للي هيعملها. واثقه انها هتعجبكم واثقه انها هتنول اعجاب ولادكم كمان وده المهم. ودمتم في حفظ الله ورعايته. تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.